هنبتدي الاول بالجزء العلوي. هنعمل سلسلة بالطول اللي احنا عايزينه، اللي هو يتربط هنا كده. بعدين هقسمها بالنص واجي في النص 9 هنا و9 هنا يبقوا 18. هخليهم 19، هسيب واحدة في النص وهعملها واجي اقول لكم انا عملت ايه. اجيب الصغيرة احطها تحت الكبير، الطرف الصغير احطه تحت الكبير بالشكل ده. وبعدين اعمل السلسلة هعمل السلسلة بالطول المطلوب، هفترض انها بالطول المطلوب، وبعدين ايه هقفل. واجي اقسمها بالنص واجيب من النص اعد هنا ايه، اخد علامة اجي من النص اخد علامة بالشكل ده كده، واعد هنا كام 9. هسيب اللي في النص دي معدهاش، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاجي في ال9 هنا اهو واروح ايه شك الخيط، هسيب حتة عشان ابقى انضف بيها. ممكن اخد الاتنين مع بعض كده، طرفين مع بعض، واعمل ايه 3 سلاسل على اساس ان هما بداية العمود 3 سلاسل. وهاجي في التانية اعمل كذلك ايه عمود، ايه 3 4 5 6 7 8 9. واعمل سلسلة وافوت النص ده واجي ايه اعمل هنا كده عمود واكمل للاخر واجيلكم. طلعت على اول عمود، خدت 3 سلاسل. اول عمود هعمله هروح جاي كده واخده من هنا و3، واجي هنا 2 3، واجي اضيق اخد 3 غرز ما كملهمش للاخر، 3 عواميد ما كملهمش للاخر، 3 عواميد برضو ما كملهمش للاخر اهي.
تلاتة همت، والغرزة اللي قبلها العمود اللي قبلها، واروح واخدهم كلهم مع بعض. هاجي هاخد غرزة بعدين هكمل التلات عمود. مش لازم الغرزة دي عشان ما تبقاش في فرق. تلاتة. يعني وصلت لآخر العمود الأولاني. هعمل ناحية ناحية، هكمل الناحية التانية الأخيرة العمود. هطلع برضو هنا عشان ميبقاش فيه حتة مفرقة، وعشان ما اتلخبطش في العدد هاخد هنا ايه، واروح شبكة من تلاتة، اتنين اهو. عملت اتنين، واروح جاية قبل التقفيل اللي انا عملته اللي هو 3 غرز في بعض، اروح واخدة غرزة عمود من ناحيتي، واروح واخدة عمود من الناحية التانية اهو، عمود اهو، ادي عمودين خدت. يبقى انا قفلت 3 مع بعض وبعدين خدت 2. ادي ايه، غرزتين. يبقى انا كده خلصت ناحية، هروح قلبة واخد من هنا كده تلاتة اهم، مقفلهاش، واروح واخد التلاتة التانيين اقفل، واروح جاي من النص كده، واروح ايه طالعة بالسلسلة لغاية الطول المطلوب اللي هربطه من ورا، اروح قاطعة واعمل الناحية التانية زيها بالظبط. هعمل الناحية التانية زيها بالظبط، هلقط من هنا الخيط وامشي كده كده، واروح ايه جايه من الاخر ومقفله، نروح جايه. هاجي بقى عشان اعمل الحته اللي هنا كده، المنطقه اللي هنا هشبك من النص هنا مثلا، هنا كده 2 و2، او مثلا ايه 3، تخليهم 2 و2 ماشي. بطلع هنا كده، ممكن اوسع واحده في الطرف هنا، واحده في الطرف، لغايه ما اطلع هنا بايه، انا ابتديت ب4، هاجي هنا ايه اتزودت 2 هنا و2 هنا، يبقى 6. ده 1 2 3 4 5 6 7، خليهم ايه 7 عشان انا اشتغلت اللي في النص. يبقى اشتغلت اللي في النص وكان هنا 5، اخليهم 7 وهمشي 7، واخليهم هنا 1 2 3 4 5 6 7، هخليهم زيهم بالظبط 7، بحيث ان اللي هنا دي يبقى اوسع من دي. وبعدين اجي بعد ما اخلص الجزء اللي فوق، هروح جاي عامله سلسله، هشبك هنا كده، همشي سلسله من هنا كده لغايه اكملها لغايه هنا كده واقفلها. جيت انا قفلت، خلصت السلسله دي وقستها على المكان ده بالشكل ده كده تحت الوسط بشويه، وبعدين جيت هنا جبت السلسله اهي على قد المقاس، ممكن انقص شويه، لازم تكون على المقاس ايه عشان متبقاش ايه شكلها وحش. بعد كده اشيلها واجي هنا اشبكها، واروح ايه جايبها كده اهو، ماسكاها كده، وافضل ايه عاملاها على اتجاه واحد هنا كده،
سلسلة الوش بتاعها يكون قدامي عشان ما تبقاش معروره، واروح لفاها كده، الفها واروح حطها هنا بنفس الاتجاه، وبعدين اشبك الابره واروح جايه شبكاها هنا في دي، وامسك الخيط كده واعمل سلسله واكمل سطر عمدان واجيلكم على الدوران ده. هظبط الشغل بحيث انها تبقى متساويه كده، ولو طلعت ملفوفه الفها ما يجراش حاجه اهي، بحيث ان دي تبقى على حرف دي ودي تبقى على حرف كده، الحقها من قبل ما ابتدي في دي عشان دي اللي هتشبك الاتنين في بعض واجي اشبك هنا، اكمل واجيلكم. يطلع حرف الشغل اهو، هشبك في اوله اهي، وبعدين هاجي هنا في نص المسافتين اللي انا عملته من مش قدام الكاميرا، ان انا عملت هسيب غرزة واعمل ايه عمود، سيب غرزة فوق وغرزة تحت واعمل عمود، سيب غرزة سلسلة فوق واسيب واحدة تحت واعمل عمود، يبقى تطلع بالشكل ده عشان يديني شكل جمالي بالشكل ده. هبتدي انا اعمل جيت انا هنا في النص اهو عشان ابتدي اطلع من غرزة في النص الاول تاني اهي، انا قفلت هنا اهو بداية نهاية الشغل، هروح جاية في وسط العمودين هنا كده واروح واخدة واحدة واطلع واعمل هنا ايه عمودين واسيب سلسلة واعمل ايه عمودين، غرزة المروحة بس بسيطة، قلتلكوا عليها قبل كده انها غرزة الفراشة لكن هي غرزة المروحة. اكمل بقية السطر واجي اقولكم. وصلت لاخر السطر التاني اللي انا عملت فيه غرزة المروحة دي، عملت في وسط الغرزة دي عملت 2 وواحدة واتنين، وسبت فراغ وعملت في الفراغ التاني 2 وواحدة واتنين، 2 عمود واحدة سلسلة واتنين عمود ومشيت. السطر اللي بعديه بقى هبتدي اوسع بين الغرزتين، ادي انا قفلت اهو، قفلت العمود، هاجي هنا هعمل واحدة منزلقة هنا كده واروح جايه في النص كده عشان اعرف اطلع من النص. يبقى انا هنا لما نهيت السطر انتهى هنا، كان انا عايزه ابتدي من الوسط من هنا، هروح جايه عامله منزلقه واجي ايه هنا واعمل اول عمود وهشتغل عادي زي ما انا بشتغل 3 هما 3 سلاسل، وهعمل التانية وهاجي اعمل واحدة هنا وهاجي اعمل هنا ايه 2 وهاجي هعمل 2 هنا بين السلاسل عشان اعمل التوسيع. بالشكل الجميل ده، وهكمل الباقي واجي لحضراتكم. كده وضحت الرؤية، وعملت المايو او الفستان اللانجيري بطريقة بسيطة وسهلة. وهنا ممكن لو انت عايزة تشبكيه هنا، بس افتكر مفيش داعي، وهنا اهوت ربطته من هنا وربطته من هنا، وبقى شكله جميل ورائع. واللي انا زودته هو سطر تاني. والى اللقاء في فيديو اخر، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.